ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ والله الفيديو النهارده يعني مش عارفه اقول ايه. العيال تعبانه والحمد لله. آه هما مش عيالنا بس اللي تعبانه اليومين دول. العيال كلها تعبانه، تغيير الجو وحش والعيال يعني مش مستحمله. فالسخونيه كمان وحشه قوي. انا فضلت طول الليل سهرانه على السخونيه ديت، مفيش نتيجه. رحت بيهم الحميات، انا كنت خايفه عليهم قوي عشان الاتنين كمان كانوا تعبانين، وخدت علاج وادوني حقن وبرضه ما كانش فيه فايدة. عقبال ما السخونية راحت خدت وقت كبير، والكحة دي كمان صعبة قوي قوي. نزلت بقى النهاردة السوق، قلت اجيب لهم بقى حاجة شوربة خضار كده عشان هما فيه. ولقيت اللفت دوت 3 كيلو ب5. فقلت حلو، رحت جبت، قلت ابقى اعمله في يوم تاني. وجبت بقى ارنب، ومش قادرة اقولكوا على اللي حصل عشان جبت الارنب. جوزي اتخانق معايا ان انا ليه وليه اجيب ارنب، مش عايز الارنب ومش هياكل من الاكل دوت. وحصل مشكلة بسبب الموضوع ده، ان هو بيجيله قرفة يعني منه، مش بيحبه. مش عارفة ليه قلبي. في ناس كتير بتقولك اصل الارنب شكل القطة، انا مش شايفة اي شبه بصراحة. يعني من الارنب ده من الانضف، اللي هي انضف حاجة في الطيور، يعني احسن من الفراخ واحسن من الحاجات دي التانية. بس والله عايزة اقول لكم ان الشوربة بتاعته كانت جميلة، و... والخضار كمان كان مديله طعم حلو، وكان خفيف كده على العيال. انا دلوقتي اهو فضيته عشان بقى ايه يعني، عايزة احط فيه ملح وليمون. وقلت اسيبه شوية كده عشان خاطر ايه، يشيل اي حاجة زفارة ولا اي حاجة. هو بص عامل ازاي اصلا. انا لقيت الراجل بصراحة، انا اول مرة اشتري ارنب. بصوا كان عامل ازاي، مفيش ولا شعر ولا اي حاجة. يعني الجلد بتاع الفراخ بيبقى موجود، الجلد هنا مش موجود. مش عارفة ليه. انا هو عشان جلد الفراخ فيه ريش وده مفهوش، فبيتشال كله يعني. انا بصراحة قرفت من الراس وقلت له ما يحطليش الراس ولا الكلام ده، عشان انا لو شفتها كنت بصراحة هقرف. فقلت له قطعهولي، وقطعهولي بالشكل ده. هو السعر بتاعه، سعر الكيلو كان عامل 60، وسعر الفراخ البلدي كانت عاملة 55. بس انا يعني قلت اجيب الارنب اجربه يمكن يطلع حلو فعلا، وطلع والله جميل. انا دلوقتي كده بجيب الليمونة عشان اقطعها واحطها بقى ايه شوية كده عقبال ما اغسل الخضرة. عشان انا روحت جبت ربع كيلو بسلة، وربع كيلو فاصوليا، وكان عندي جزر، وكان عندي بطاطس، وايه تاني، وكوسة. جبت كوسة برضو. عملت تشكيلة كده حلوة يعني عشان يبقوا يرضوا ياكلوهم. بس اهو بعصر الليمون اهو. والله عايزه اقولكوا فعلا انا ما اكلتش الارنب قدام جوزي ولا انا ولا العيال. اتصل بيا وقال لي تاكليه قبل ما اجي البيت، مش عايزه اشوفكم انتوا بتاكلوه. وحقيقي فعلا احنا كلناه قبل ما هو ما يجي. فمش عارفه ليه، هل في ناس فعلا ما بتحبش الارانب؟ طب ليه يعني؟ بتقرف يعني وكده؟ مش عارف. بس اقولكوا على حاجه، هو قرفني منه. حسيت بعد ما اكلته كنت مبسوطه وكده، فضل بقى يتكلم انا بقرف انا بقرف. عارفين، حسيت كده ان بطني قلبت، معرفش ليه. انا بس كنت قطعت بقى ايه البطاطس، وقطعت عملت البسله والفاصوليا. بصراحه لقيتها كتير، يعني انا شوربه الخضار ديت قسمتها، ما لقيتها كتير كده يعني. العيال كمان مش اكيله، فاللي هو ما رضيتش ان انا اعملها كتير عشان ما تقعدش. انا قلت بس ياكلوا منها النهارده وبكره وخلاص كده عشان ما يزهقوش. اللي اتبقى بقى قلت بصراحه حرام، ان كان متبقي كوسه ومتبقي فاصوليا.
وكان عندي جزر لو كان قعد يعني شوية كان هيدبل. فقلت طب ما اقطعها واعمل تشكيلة كده، كيس كده مشكل واحطه في الفريزر، يعني لو ان شاء الله يعني خف على طول خلاص لقيتهم لسه تعبانين ممكن افوت مثلا يومين تاني واعملها لهم. يعني ممكن اعملهم مثلا لسان عصفور بعد الشوربة، وبعد كده مثلا افوت يوم واعمل لهم بقى شوربة الخضار بس. ف ربنا يشفيهم يا رب ويشفي اولادنا كلهم. والواحد والله بيبقى هو اللي بيتعب مش العيل، يعني العيل لما بيجي يتعب انت بتتعب اكتر بسبب ان انت قلة نوم وقلة راحة، والعيل بيبقى صعبان عليك ومش عارف تعمل معاه ايه، ولو بتبقى نفسك ياخد العلاج ويخف على طول، بس ساعات العلاج بيطول، فانت بتحس ان الدكتور ده كده مش حلو، لا هروح لدكتور تاني، وتروح وتلاقي هو اللي عند العيل بس انت استعجلت ما خدش الجرعة كلها. فمش عارف يا رب يشفيهم. انا بصراحة تعبت قوي بسبب ان هما اتنين مع بعض ببقى مش ملاحقة، مش عارفة الحق على دي ولا دي، والاتنين عشان بيناموا جنب بعض بيقعدوا مع بعض يلعبوا مع بعض ما بيخفوش بسهولة. لازم عشان العيل يخف تخليه كده لوحده، يعني اكله وشربه وكل حاجة عشان ميلقطش. والله انا حاسة اصلا ان انا داخلة بدور تعب بسبب ان انا ببقى في وسطهم، كحة بقى والعطس والكلام ده كله، فحاسة كده ان زوري واجعني. بص هنا بقى ايه، كنت حطيت بقى المية تغلي، حطيت فيها بصلاية وحطيت ورق راولة بس انا جايباه ناعم. بصوا الكيس اللي انا عملته هو ده، كان شوية صغيرين بس مرضتش يعني ايه حرام ان هو يترمي. الكوبايات دي بقى كنت طول الليل عمال اعمل في ينسون وورق جوافة عشان صدرهم، وبرضه مفيش فايدة. انا بنتي من كتر الحاجات اللي بشربها لها قعدت ترجع، والكحة بترجيع، يعني مش عارفة ليه. قلت بقى اغسلها بقى عقبال ما الارنب يستوي، وبعد كده وهو بقى جواه كده قلت مش هشيله، يعني الارنب وهو جوه احط فيه الخضرة عشان لو ما استواش كله يستوي مع بعض بقى. ان كنت عايزة اغديهم عشان ياخدوا العلاج فكنت اتأخرت عليهم. عندي بقى بنتي الصغيرة دي لسه ما بتتكلمش، كل حاجة صريخ صريخ، ما بتقولش اي حاجة غير يعني ماما ماما امبو، بعد كده اي حاجة بقى عايز تفهمها صريخ. انت بقى شوف هي عايزة ايه بقى افهمها انت. فتعباني قوي، وكمان لما بتيجي تتعب بتبقى صعبة قوي قوي قوي. والله انا متضايقة عليها بسبب ان هي يعني تعبانة ومش بتعرف توصف زي اختها التانية كبيرة، بتعرف تقول انا تعبانة، انا بطني بتوجعني انا كده، فبتبقى صعبانة عليا بس. مش عارفة مش لاقي حل للكحة ديت، اكتر حاجة مضايقاني الكحة، اكتر حاجة مضايقاني. انا بقى حطيت هنا في الشوربة، نسيت صح اقول لكم ان حطيت في الشوربة حبهان والتوابل اللي هي بتاعت الفراخ و... وشوية فلفل اسود وبس. ما حطيتش حاجة تاني. في الاخر بقى حطيت ملح وماجي بعد ما انا حطيت اسمها ايه، شوربة الخضار. يا رب يا ريت بقى تشجعوني بقى وتحفزوني كده، ولو الفيديو عجبكم وان انتوا حابيني ان انا ابقى معاكم وان انا اعمل لكم فيديوهات كتير واظهر معاكم والكلام ده كله، يعني يا ريت تكتبوا لي كده في الكومنتات وفعلوا الجرس اشتركوا في القناة، يعني الحاجات دي عشان محتاجة ان انا ابقى معاكم يعني وكده، ما بقاش تقيلة على قلبكم. لو تقيلة على قلبكم قولولي. هنا بقى اهو بص خلاص قربت اخلص المواعين،
واروح بقى اشوف الشوربه. هنا بصي، الشوربه بقى كانت خلاص، يعني دقت الارنب لقيته خلاص يعني استوى. فقلت بقى ايه، احط بقى انزل بالخضار عشان يبقى خلاص، يعني ما تبقاش مهريه، تبقى حلوه. حطيت بقى ايه، واحده ماجي وشويه ملح عشان يدوا طعم، بس عشان العيال ما يحبوه. بصي كان عامل ازاي، كان حلو قوي.